في تجارة مفيش فيها لا بيع ولا شراء بالفلوس، دي تجارة عملتها هي اليأس، بتصطاد الناس اللي الدنيا قفلت في وشهم وتفتح لهم باب واحد بس، باب جهنم، بتعرض عليهم تمن لحاجة جواهم. قصتنا النهاردة عن التجارة دي، تجارة الأعضاء، وعن الست اللي كانت بتديرها. الست دي اللي كان اسمها ولاء، بس كان المفروض يسموها قابض الأرواح الأسود. يعني حضرتك هتدفعي كل مصاريف العملية؟ علي كان قاعد في مكتب قدام ست أنيقة جدا ولابسه لبس احدث موديل ومش مصدق اللي بيسمعه. ولاء هانم بصت له بابتسامه هاديه وقالت له طبعا يا علي، احنا جمعيتنا الخيريه هدفها تساعد الناس اللي زيك. علي دموعه يا عيني كانت هتنزل من الفرحه بعد شهور من الجري والذل علشان ينقذ ابنه المريض. اخيرا لقى امل، قال لها انا مش عارف اقول لحضرتك ايه، انا مستعد اعمل اي حاجه. الابتسامه على وش ولاء زادت وقالت له كل اللي مطلوب منك حاجه بسيطه قوي يا علي، مجرد تبرع. كلمه تبرع كانت بريئه بس اللي وراها ما كانش فيه اي براءة. الحكاية بدأت قبلها بأسابيع. علي أب بسيط، ابنه الوحيد اسمه سيف كان بيموت وعنده مرض نادر ومحتاج عملية زرع هتتكلف $500,000 جنيه. علي باع كل اللي حيلته واستلف من كل الناس اللي يعرفهم، وعلى الرغم من كل ده ما قدرش يجمع حتى ولو ربع المبلغ. الدكاترة قالوا له ان الوقت بيجري وان ابنه ايامه معدودة. اليأس كان بياكل في علي كل يوم بالليل قبل ما ينام، لحد ما في حد قريبه كلمه قال له في واحدة ست فاتحة جمعية خيرية متخصصة في الحالات اللي زي دي، ما تروح لها، اسمها ولاء هانم وبيقول عليها ملاك ماشي على الارض. اداله عنوانها وعلي راح لها وهو متعلق باخر قشاية امل. ولاء بصت له وقالت احنا عندنا نظام تبادلي، بننقذ حياة قصاد حياة ابنك هياخد قلب وانت هتتبرع بكليتك لحد تاني محتاجها. علي اتصدم، بس لما بص في صورة ابنه ما كانش قدامه اي اختيار. علي صحي من النوم وهو عنده وجع رهيب في جنبه، كان في اوضه في مستشفى نظيفه جدا. الممرضه دخلت عليه بابتسامه، الحمد لله على سلامتك يا استاذ علي، العمليه نجحت. وابني ابني عامل ايه؟ ابنك زي الفل، العمليه بتاعته نجحت وبقى كويس. علي حس براحه كبيره وبامتنان رهيب لولاء هانم، الست دي انقذت حياه ابنه. بس المستشفى كان فيها حاجات مش مظبوطه. بعد ما وافق على الصفقه دي تاني يوم على طول عربيه اسعاف خاصه جت خدته هو وابنه ودتهم على مستشفى خاص في حته مقطوعه على اطراف البلد اللي هم ساكنين فيها. المستشفى كانت فخمه بس فاضيه بشكل غريب، مفيش زوار ومفيش مرضى كتير، كان المرضى اللي جايين دول هم مرضى تمثيل اصلا. الدكاتره والممرضين كانوا كلهم اجانب وبيتكلموا ببرود شديد. ولاء هانم كانت بتشرف على كل حاجه بنفسها، قالت له دي مستشفى متخصصه في زراعه ونقل الاعضاء، عشان كده بعيده شويه عن الدوشه لان الحاجات دي بتحتاج روقان. علي صدقها ويا ريته ما صدقها. بعد ما فاق حاول يسأل على الراجل اللي خد كليته عشان يطمن عليه. الممرضة بصت له ببرود وقالت له اسفة، معلومات المرضى سرية يا استاذ علي، ما ينفعش اقولها لحد. وردها كان اول علامة خطر حسست علي ان هو في بلوى. بعد اسبوع علي وابنه خرجوا من المستشفى. يوسف كان بيتحسن يوم عن يوم. علي كان حاسس ان هو مديون بحياته لمدام ولاء، حاول يتصل بيها عشان يشكرها بس تليفونها كان مقفول. راح على عنوان الجمعية الخيرية لقى مكانها مقفول والمكاتب كلها مطربة كأنه مهجور بقاله سنين. سأل البواب قال له يا استاذ والله ما فيش جمعية هنا بالاسم ده. ولاء هانم والجمعية والمستشفى كأنهم فص ملح وداب. علي بدأ يقلق بجد، الشخص اللي عرفه على ولاء هانم والجمعية والهيصة دي كلها كمان اختفى. علي حس ان في حاجة غلط، ليه كل الناس دي اختفت بعد ما العملية خلصت؟ ما خلاص يا جماعة احنا كلنا متراضيين. بدأ يدور على اسم المستشفى على الانترنت، ما لقاش ليها اي اسم ولا اي اثر. الرعب بدأ يدخل قلبه. علي فضل شهور بيحاول يوصل لأي خيط لحد ما في ليلة وهو بيتفرج على التلفزيون شاف ولاء هانم في لقاء مع رجل أعمال أجنبي كبير، والكلام اللي سمعه خلى الدم يتجمد في عروقه. رجل الأعمال الأجنبي في التلفزيون قال وهو مبتسم إن احنا مبسوطين جدا بالشحنة الأخيرة اللي جت، شحنة بجودة عالية، القلوب كانت في حالة كويسة جدا. قلوب وشحنة؟ علي فهم إن دي ما كانتش جمعية خيرية، دي كانت عصابة تجارة أعضاء. كل حاجة بقى ليها معنى، المستشفى المعزولة، الدكاترة الأجانب، سرية المعلومات والاختفاء المفاجئ. علي جري على اللابتوب بتاعه بدأ يبحث عن اسم رجل الأعمال الأجنبي ده، لقى عنه إن هو عنده إمبراطورية طبية ضخمة. لقى خبر صغير عن تحقيق اتفتح ضد الراجل ده بتهمة السياحة العلاجية الغير مشروعة. علي كمل حفر ونخربة لحد ما وصل لقائمة بأسماء المستشفيات اللي بيتعامل الراجل ده معاها، وما لقاش اسم المستشفى اللي عمل هو وابنه العملية فيها. بس لقى حاجة تانية، لأن راجل الأعمال ده عنده مزرعة على أطراف القاهرة مسجلة على إنها مركز أبحاث حيوانات. علي بص على عنوان المزرعة وحس بقبضة في قلبه، ده كان نفس المستشفى الغامض اللي عمل هو وابنه فيه العملية. علي كان واقف قدام بوابة حديد ضخمة، يافطة كبيرة مكتوب عليها مركز أبحاث، بس من ورا السور العالي كان شايف مبنى المستشفى اللي كان فيها. عرف انه وصل للمكان الصح، فضل مستني في عربيته لحد نص الليل وبعدين طلع من فوق السور
ونزل تحت. ما كانش عارف هو بيدور على ايه بالظبط، بس كان لازم يعرف الحقيقه وهو ايه اللي حصل له. المكان كان هادي ومخيف. قدر يوصل للمبنى الرئيسي ودخل جوه. المستشفى كانت مختلفه تماما عما دخلها. الصوره النظيفه اللي شافها كانت ضلمه وريحتها دم ومطهرات. سمع صوت ألم ووجع جاي من حته في اخر الممر اللي هو كان فيه، وشاف المشهد اللي هيطارده لاخر عمره. شاف شباب متخدرين ونايمين على ظهرهم على السراير وبطنهم مفتوحه، والدكاتره الاجانب شغالين حواليهم كانهم في مصنع مش مستشفى. بتدور على حاجه يا علي؟ صوت ولاء جه من وراه. علي لف وهو مرعوب، لقاها واقفه ببرود ومعاها 2 حراس ضخمين. الابتسامه الهاديه كانت اختفت وظهر مكانها شيطان في صوره الملاك دي. كنت عارفه ان الفضول هيرجعك هنا تاني. الخوف اللي كان جوه علي اتحول لغضب. انت ايه؟ انت مش بني ادمه؟ ولاء ضحكت. بالعكس، انا اكتر واحده بتفهم في البني ادمين. انا بفهم في يأسهم وفي ضعفهم وفي طمعهم. انت كنت محتاج قلب لابنك وانا اديتهولك. واحد تاني غني كان محتاج كليه، انا خدتها منك. انا مجرد وسيط بيحقق الاحلام. انا خففت لك ابنك وانت خففت راجل تاني غني، يعني انت كسبان وانا كسبانه. علي صرخ فيها وقال لها دي مش احلام، دي كوابيس. انت بتسرقي ارواح الناس تحت اسم الطب. ولا بصت له بقرف وقالت له الارواح دي ليها ثمن يا استاذ علي، واليائسين اللي زي حضرتك بيبيعوها بالرخيص. ناس بتبقى فاكره ان هي اما يبقى عندها كليتين عادي تقدر تعيش بواحده، وده ما بيحصلش. احنا بس بنبيع لهم اليأس. انت هتبيع كليه هتحقق بيها احلامك واحلام ابنك، وانا هبقى كسبت من وراك. يعني انا لو خدت عين من عيونك دي دلوقتي فكرك مش هتعرف تعيش؟ هتعرف تعيش. وفي وسط ما هي بتتكلم شاورت للحراس. علي فاق، لقى نفسه في نفس الاوضه اللي كان فيها الشباب مربوط في السرير. ولاء دخلت عليه وقالت انا كنت مخططه اسيبك في حالك يا علي، بس فضولك ده هيقتلك. انت شفت اكتر من اللازم، وعشان كده مضطرين ناخد منك تبرع تاني، بس المره دي مش هيبقى قدام المقابل، اعتبره لله. واخيرا علي بص حواليه قال لها قصدك ايه؟ وفجاه بصت له وحطت ايديها على قلبه. في واحد غني مستني قلب سليم، وقلبك انت وفصيلة دمك مناسبين بالظبط لنفس حالته. شفت ازاي؟ ابنك خد قلب وانت هتدفع تمن قلبك عشان انت متهور. ده العدل مش كده برضو؟ علي بدأ يصرخ ويقاوم بس مفيش فايدة. الدكاترة دخلوا عليه وفي ايديهم ابرة البنج، اخر حاجة شافها قبل ما يروح في عالم تاني ويموت. اتخيل بابنه ان هو بيضحك وعايش. بعدها بشهور قوة من الشرطة اقتحمت المزرعة وقبضوا على ولاء والعصابة كلها، والعملية دي كانت اكبر قضية تجارة اعضاء حصلت في تاريخ البلد. بس ازاي البوليس وصل للمكان ده؟ قبل ما علي يموت عمل حاجة أخيرة، وهو بينط من فوق السور بتاع المستشفى دي كان مشغل ريكورد على تليفونه، سجل كل حاجة من أول الصوت اللي كان جاي في آخر الممر لحد اعتراف ولاء بلسانها إن هي بتتاجر في الأعضاء. وقبل ما الحراس يمسكوه قدر يبعت التسجيل ده لأكتر حد بيثق فيه في حياته، صاحبه هو اللي بلغ البوليس. الريكورد ده كان الدليل اللي دمر إمبراطورية ولاء تماما. ولاء اتحكم عليها بالإعدام والعدالة اتحققت.